أحلى مسا عليك يا صديقي، إيه الأخبار؟ كل سنة وأنت وحشتوني جدًا، 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 جدًا. ترحيب حار المرة دي عشان الحلقة دي ما هي إلا خناقة، هنتخانق مع بعض وربنا يستر، ولو هتشتموا فواحدة واحدة مع بعضينا، تمام؟ أنا جاي لك الحلقة دي النهارده هنعمل أحسن 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية من وجهة عبد الفقير لله، من وجهة نظر العبد الفقير إلى الله. تمام؟ وجهة نظري هنتناقش مع بعض، هنتكلم لو في ترتيب مختلف فده طبيعي جدًا، إحنا مش واحد، كل واحد عنده ترتيب مختلف، وكل واحد بيحب حاجة وبيكره حاجة. يلا بينا خُد لك لقطة. يلا بينا صديقي، هنبدأ بمركز 10 وهو فيلم الكيت كات. إخراج داوود عبد السيد، فيلم بيعتبر من أفلام قوية جدًا في تاريخ الدراما المصرية. الفيلم ده اتصور سنة 1991 بطولة محمود عبد العزيز، نجاح النوبي، وباقة من ألمع نجوم مصر. فيلم تقيل جدًا، دراما فلسفية عن الحياة في بيئة شعبية جدًا، حارة فقيرة جدًا، بتشوف فيها تفاصيل كتير جدًا. هو ده الفيلم معايا رقم 10. أحسن 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية، مش معناها إن العاشر وحش أو الأول وحش أو حتى ال11 وحش. إحنا بنتكلم عن 10 في تاريخ السينما المصرية ككل. ده فيلم رقم 10. تعال نشوف فيلم رقم 9. يلا بينا. رقم 9 فيلم ملحمي، فيلم بيحكي عن معاناة الفلاح المصري في فترة معينة، بطولة محمود المليجي. فيلم الأرض. فيلم الأرض اتصور سنة 1979، إخراج العالمي يوسف شاهين. فيلم عبقري، قمة في العبقرية، من ناحية الأداء التمثيلي، من ناحية التأليف، من ناحية الإخراج، من ناحية الموسيقى التصويرية، من ناحية كل حاجة في الفيلم. فيلم عالمي، فيلم مش هو اللي عن النجاح الجماهيري بس، فيلم من الناحية النقدية هو فيلم تقيل جدا. ده الفيلم رقم 9. يلا بينا نشوف فيلم رقم 8. تعالى. فيلم رقم 8 فيلم عمل مشاكل كبيرة جدا 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 وقت عرضه. فيلم اتمنع لفترة معينة من إن هو يتعرض أصلا ورجع تاني واتعرض. فيلم بيناقش القمع السياسي في فترة معينة في مصر. فيلم الكرنك. كرنك بطولة سعاد حسني، نور الشريف، محمد صبحي، وممثلين كتير تانيين جدا، وكلهم تقال وكلهم جمال. فيلم عن المجال التمثيلي، كل اللي مثلوا فيه قامات. ناس كتير جدا اشتغلت في الفيلم دوت وعملوا فيلم جبار. فيلم جبار برضو من ناحية تصوير، تمثيل، ككل حاجة في الفيلم. ده فيلم رقم 8. يلا بينا نشوف فيلم رقم 7. فيلم رقم 7 هو فيلم تقيل جدا، فيلم كويس قوي وحلو جدا ان هو داخل في رقم 7. الفيلم ده من ثلاثية معينة اتعملت في تاريخ السينما المصرية، بس انا هاخد جزء واحد بس من الثلاثية دي. هي ثلاثية منفصلة عن بعضها بس نجومها شبه ان هم نفس النجوم. فيلم العار. فيلم العار دوت اتصور سنة 1982، بطولة حسين فهمي، نور الشريف، محمود عبد العزيز. وطبعا كان في اداء خرافي ومباراه تمثيليه بين الثلاثه عملوا فيلم جبار. الفيلم قصته بتدور عن ملحمه وعن صراع بين الاخلاق والماديات، وسكك كتير جدا. بنصحكم ان انتوا تروحوا تتفرجوا عليه. يلا بينا الفيلم السادس. الفيلم السادس يا صديقي اتعمل اغلبيه مشاهده في وان لوكيشن. الفيلم دوت تحفه سينمائيه بالمعنى الحرفي. ليه؟ مجموعة من البشر مجمعين مع بعض بأسانسير واحد، وكل واحد باختلاف الطبقات ما بينهم بيعيشوا تجربة صعبة جدا إن هم محبوسين في قلب الأسانسير. أيوة، نقص بالظبط بين السماء والأرض. الفيلم دوت معمول سنة 1958، بطولة ناس كتير جدا منهم عبد المنعم إبراهيم، وإخراج المخرج الكبير صلاح أبو سيف. الفيلم ده اتعمل منه مسلسل رمضان قبل اللي فات برضه بنفس الاسم، بين السماء والأرض، بطولة هاني سلامة، بطولة محمود الليثي، ممثلين كتير كده. برضو انصحك ان انت تروح تتفرج عليه لانه برضه مسلسل حلو جدا، بيناقش نفس القصه بنفس الطريقه. مسلسل مأخوذ من الفيلم، نفس طريقه التصوير، نفس اللوكيشن، باختلاف الممثلين، باختلاف شويه قضايا كده. تعالوا بينا نخش على القايمه اللي فيها احسن 5 افلام في تاريخ السينما المصريه. الفيلم الخامس هو فيلم اتعمل سنة 1958، في نفس السنة اللي اتعمل فيها فيلم بين السماء والأرض. الفيلم إخراج العالمي يوسف شاهين، بطولة هند رستم، فريد شوقي. فيلم باب الحديد. فيلم باب الحديد أيقوني بطريقة جبارة. يوسف شاهين كان من أحد أسبابه إن هو مخرج على حد تصريح قديم ليه إن هو مخرج عشان ينقي لنفسه الدور اللي نفسه يلعبه بجد، وكان الدور اللي نفسه يلعبه بجد وكان كرم عليه بعد كده هو الدور ده.
الدور اللي لعبه في فيلم باب الحديد، فيلم أيقوني بالمعنى الحرفي، من أحسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأنا حاطه في المركز الخامس. يلا ننزل على الرابع. رقم 4 معانا يا صديقي هو فيلم صراع في الوادي. شاهين داخل معانا فيلم كمان في القايمة ديت. الفيلم دوت كان بداية وش الخير لشاهين زي ما بيقولوا، أو بداية دخوله العالمية. كمل الفيلم دوت إنتاج سنة 1954، فيلم بطولة عمر الشريف وفاتن حمامة، فيلم داخل تحت بند السياسي والرومانسي. يلا بينا نروح الفيلم الثالث. فيلم بطولة شكري سرحان اللي بيجسد فيه الصراع النفسي الشخصية مضطهدة. فيلم لو انت ما اتفرجتش عليه بنصحك مش انت تروح تتفرج عليه. فيلم مصر والكلاب هو الفيلم رقم 3 معانا في القائمة ديت. يلا بينا، فاضل معانا فيلمين. احسن تاني فيلم من وجهة نظري، تاني بكرر من وجهة نظري في تاريخ السينما المصرية، هو فيلم الناصب صلاح الدين. شاهين داخل معانا في القائمة والعالم لسه مكمل ولا لا. هو الفيلم رقم 2. الفيلم ده اخراج يوسف شاهين زي ما قلت قبل كده، بطولة أحمد مظهر. والفيلم دوت يعتبر من وجهة نظر أنا هو الإنتاج الأضخم لفيلم تاريخ السينما المصرية كل. الفيلم ده اتصور سنة 1963، وعلى فكرة طلعت مقولة بتقول إن الفيلم ده كان مرشح إن هو ياخد جائزة أوسكار بس اتمنع. كان الترشيح لسبب إن أحمد مظهر ادى الإشارة بتاعة الحرب للساعة في إيده. الكلام ده مش صح خالص، الكلام ده بجرافيك. الفيلم ده مترشحش أساسا لجائزة الأوسكار، والكلام ده ما هو إلا إشاعة. يلا بينا نروح على المركز الأول. يلا بينا نيجي للفيلم رقم 1. يلا بينا ننط على الألفية شوية بقى. يلا بينا فيلم الناظر. مين فينا ما بيحبش فيلم الناظر ومين ما وقفش معايا؟ لو هنتكلم في فيلم الناظر، هو الفيلم بالمعنى الحرفي للفيلم الأيقوني للكوميديا. فيلم مين ما اتفرجش على الناظر يا جماعة وما ضحكش؟ مين ما اتفرجش عليه وما ضحكش؟ مفيش حد. فيلم أيقوني من الألف للياء. تأليف أحمد عبد الله، إخراج شريف عرفة، تمثيل وبطولة الله يرحمه النجم خفيف الظل علاء ولي الدين واحمد حلمي، وبظهور خاص لان هو على الورق عمل دور ملوش في الورق حاجه. هو الدور ده ما كانش موجود على الورق، وده كان كلام احمد عبد الله وشريف عرفة. شريف عرفة كان بيجي بيملى بيه المشهد اللي هو المشهد الضفاري، هات شخص زي النبي. انا هنا بتكلم عن محمد سعد او بتكلم عن الليمبي، الدور الايقوني اللي اتعمل كمساعد في تاريخ السينما وعلم، واتعمل بعد كده ببطولات وكسر مصر حرفيا. وهنجيله بعد كده تاني في حلقات. محمد سعد ممثل قوي جدا. هنروح لمين؟ هنروح لرمانة الميزان عم حسن حسني الله يرحمه. هنروح لمين؟ لبسمة، لهشام سليم، ولا لسليمان عيد، ولا هنروح لمين؟ فيلم حرفيا جبار بيناقش قضية التعليم، بيناقشها بشكل حلو جدا، بيناقشها بقضية كوميدية جدا. فيلم أيقوني ليه رسالة واضحة وصلها، ضحكنا. فيلم من الألف للياء، فيلم متكامل، وجبة متكاملة، ممثلين، قضية، ضحك، كل حاجة فيه كاملة. دي كانت القايمة وأحسن 10 أفلام في تاريخ السينما من وجهة نظري. أنا جاهز للخناقة، بس واحدة واحدة عليا، إحنا في شهر كريم. كل سنة وأنت طيب، خد لك لقطة.